مساء الخير. بعد ما خلص مسلسل بالطو، والصراحة أنا زعلان جدا إن المسلسل ده خلص. مسلسل حلو جدا وجميل، والتوليفة اللي معمولة دي رائعة جدا. كل حاجة معمولة في المسلسل ده صح، كل حاجة معمولة باجتهاد وتعب، ومعمولة بشغل متعوب عليه، مش شغل أي حاجة وكلام وخلاص. لا، المسلسل وصل للناس. بص على السوشيال ميديا، الناس زعلانة على المسلسل ده بعد ما خلص. لا، المسلسل حلو جدا وخلق حالة جميلة عند الناس. المسلسل صراحة وصل للناس ونجح، والصراحة ده كان يستاهل جدا، لأني أكيد كان في تعب في المسلسل ده. فقبل ما أبدأ بحب أشكر كل صناع المسلسل ده، كل واحد اللي يشتغل في المسلسل ده، من أكبر عامل لأصغر عامل. أنا بحب أشكره على العمل الفني الرائع جدا جدا جدا، واللي وصل للناس ببساطة وحلاوة وكل حاجة. يعني مسلسل عظمة زي ما بقول. وقبل ما ندخل في الحلقة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نتكلم على كل الجزئيات اللي عجبتنا في المسلسل، والسلبيات والايجابيات وكل حاجة في المسلسل ده نتكلم عنها في الفيديو ده. يلا بينا. مسلسل بالطو بالنسبة لي بيدي جرس انذار. جرس انذار فيه، انا اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن الموضوع ده. بيدي جرس الانذار لكل صناع الفن في مصر ان الحاجة دي نجحت، ان انت ده ممثل شاب ومخرج شاب ومؤلف شاب، فالثلاث عناصر دول لما يجتمعوا وتطلع الحاجه دي بالمنظر ده، فده غلط منك ان انت ما استغلتش الحاجات دي. اما انت ليه ما كنتش بتعمل كده؟ ما دي يعني ما كنتش منتظر مني الحاجه دي لما دي نجحت. انت المفروض كنت تجرب من بدري. يعني احنا متاخرين بالنسبه لنا. فالمسلسل ده هيعمل جرس انذار جدا جدا جدا، وفي ناس كتير اتمنى ان هي تراجع القرارات بتاعتها. فكره ان انا مش لازم اعمل فيلم او مسلسل بادجت ضخم بقى، واجيب مش عارف سوبر ستار بقى وفنان ومش عارف ايه وكميه نجوم بقى، وفي اخر المسلسل ما ينجحش، او الفيلم مثلا ما يعملش ايرادات. ممكن في افلام بتعمل ايرادات بس مش هتعيش للزمن، مش هترجع نتفرج عليها ونقول الله الفيلم ده حلو وعايش ونقدر نتفرج عليه. بس ممكن ينجح في وقته ووقت عرضه، بعد ما يخلص ما حدش هيشوفه. المسلسل ده انا بالنسبه لي هو هيعيش للزمن، هيعيش لاني معمول باتقان، معمول بحلاوه وشطاره من كل اللي اشتغلوا فيه، معمول بتعب. يعني بالنسبه لي التوليفه اللي عملها المؤلف الدكتور احمد عاطف بالنسبه لي حلوه جدا. ان الراجل بيحكي قصته اللي حصلت معاه بس باختلاف التفاصيل. طبعا مسلسل بسيط جدا يعني، والتوليفه اللي عملها والكتابه وكل الشخصيات، كل شخصيه ليها مبررات بتاعتها. يعني ده طيب ليه، وده شرير ليه، وده مش عارف ايه. كل واحد عنده مبررات ان هو يبقى كده، مش اي حاجه وسلام ان هو واحد انا شرير وكده خلاص انا مولود كده بقى. لا، مسلسل معمول بكل الشخصيات بتاعته، وانت هتصدق الشخصيه دي ليه، اسبابها ليه، ايه اللي بيخليها تعمل كده. كل حاجه مكتوبه صح. وبالمناسبه قبل ما ندخل في الحلقه، انا هتكلم في الحلقه دي عن في حريه حرق عن كل التفاصيل اللي في المسلسل ده. فانت لو ما اتفرجتش على المسلسل روح اتفرج على المسلسل وتعرف تتفرج على الحلقه. وتبص على المسلسل، قصه بسيطه جدا جدا جدا. ان قصه بسيطه عن واحد شاب زي اي شاب في مصر، بعد 7 سنين طب اتخرج، فبيحلم ان هو يعني بعد ان هو يتوظف حاجه جنب البيت بقى ويعيش في سلام والكلام ده. لكن بعد ما يروح يتم تكليفه احد القرى الصحيه في طرشوخ الليفي، اسم القريه طرشوخ الليفي اللي هي في كفر الشيخ، الراجل يعني بيتصدم ان هو ما راحش حته جنب بيتهم، فبيعمل تظلم، فالتظلم بيتجبل، فيروح عايز يمضي التظلم بتاعه من الوحده دي. فبيروح اول يوم الدكتور بتاع الوحده ده بيموت، فعلى طول هو بيلبس الليله ان هو يبقى مدير الوحده ده والدكتور الوحيد في الوحده ده. فبيلبس واحد لسه متخرج من 7 سنين طب، ولسه مش عارف حاجه، ولسه يعني المسؤوليه كبيره جدا عليه. فسوء توفيق جدا جدا منه. والمناسبه دي اكيد اغلب دكاتره طب، يعني اغلب الدكاتره هتمر بالفتره دي، واكيد ناس مرت بيها. يعني المسلسل اكتر حاجه ان هو واقعي، ان هو القصه دي اتعملت او القصه دي مر بيها ناس كتير جدا، مش من واحد خلق ولا حاجه. والقصه هنا بسيطه جدا لواحد بسيط جدا، واحد بالنسبه لي ساذج جدا. الشخصيه بتاعت عاطف دي وغلبان جدا، غلبان انه لدرجه في اوقات هتصعب عليك الشخصيه دي، ان هو شخص طيب قوي ولدرجه ان هو بيخاف من اي حاجه، وان هو يبقى عليه المسؤوليه دي. انت بتحس انت بتتعاطف مع الشخصيه دي. الصراحه المسلسل ده كل شخصيه انت بتبص عليها من جوانب، وكل حاجه بتبص عليها من جوانب. انت الراجل ده معمول ليه بيبقى كده،
طب ما كل حاجه معموله صح في المسلسل ده. والمخرج عمر المهندس مخرج جامد جدا، وبالنسبه لي انا منتظر اشوف بعد المسلسل ده هيعمل ايه، لاني شايف ان المخرج ده ليه عين ورؤيه في المسلسل. مخرج جامد جدا، اول تجربه ليه في المسلسل ده، يعني انا متفاجئ. والمناسبه هو المخرج عمر المهندس ده حفيد الفنان العظيم الله يرحمه فؤاد المهندس، فان هو يخرج حاجه اول مره ليه بالحلاوه دي وبالاتقان ده، فبرافو جدا 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 عليه. والمناسبه هو اللي رشح الفنان عصام عمر البطوله دي، ان هو كان صديقه طبعا، بيقول ان هو رشحه، فعصام عمر رفض المسلسل، ان هو مش عايز يبقى اول بطوله مطلقه ليه، مش عارف ايه، وخاف من المسلسل، فاصر عليها ان هو يعمل مسلسل، وقال لك انا هعمل مسلسل، مش هعمل مسلسل غير بيك. فالنتيجه اهي زي ما انتم شايفين. رسالة المخرج انه مش شايف حد غيره في الدور، والصراحة حاجة جامدة جدا جدا جدا. وعايزين نمسك جزئية الممثلين اللي الصراحة ابدعوا جدا 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 في المسلسل. ونبتدي بأول واحد عصام عمر، ونبتدي بالبطل بقى عصام عمر. ايه الحلاوة دي، لا ايه الجمال ده، شخص عارف بسيط جدا، وجهه بشوش وكل حاجه، ونسبه مش اول دور ليه ان هو يبقى، لا ادوار كتير جدا 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 نجحت وعملها بشطاره جدا جدا. فان هو يروح للحته دي مش جاي من فراغ، اكيد جاي من تعب، ان هو يوصل ان هو يبقى بطل مسلسل ويشيل المسلسل. لا ما يعني راجل اكيد تعب. وشفت مسلسل سوتس بالمناسبه كان رائع جدا جدا، فيه مسلسل منوره باهلها، شخصيه مش هتصدق ان هو ده دكتور عاطف، مش هتصدق، ممثل جامد جدا يا جدعان. وبالنسبه لي اتمنى بعد المسلسل ده كل الادوار اللي جايه بعديه يختارها بالراحه بهداوه، ما يعملش حاجات كلام كروته واي كلام عشان حته الانتشار بقى اللي انتوا عارفينها بعد ما حد ينجح والكلام ده. لا اتمنى ان هو يهدى ويبقى راسي في اختياراته، لان الحاجه دي نجحت، واتمنى ان هو يكمل بعد كده، يكمل عنها كده، لاني ممثل جامد جدا وموهبه قويه جدا جدا جدا. كل تعبيرات وجهه كل كلام، يعني راجل حلو جدا وهتحبه. ومش حاسس، انا مش شايفش حد غير عصام عمر في الدور ده بصراحه. انا كنتش متخيل، يعني انا شفت انت الراجل اقنعك جدا 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 بالدور، اقنعك، يعني حسيتش ان انت مش هتشوف حد في شخصيه دكتور عاطف غيره. ودنيا سامي طبعا بالنسبه لي في دور ممرضه ألفت ده كان خطيره، كانت خطيره جدا البنت دي، يعني حاجه رائعه جدا جدا جدا. والفنانه سلاف غانم اللي انا اول مره اشوفها الصراحه في المسلسل ده، عامله الدور بتاع حلميه، ايه ده، حلاوه جدا جدا جدا، رائعه وخطيره. يعني بصراحه عجبتني جدا في الدور ده، وعامله الشخصيه كاركتر كوميديا، والشخصيه بتاعتها دي واللي هي عقول حاشره نفسها في كل حاجه. بحيي جدا 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 المخرج طبعا على اختيارات الناس دي. يعني سلاف غانم بصراحه اول مره اشوفها، خطيره جدا جدا وهايله. الفنانه عارفه عبد الرسول في دور رئيسه التمريض، حاجه ايه ده، جامده جدا يا جدعان. لا انت لما بتجيب ممثل تقيل عشان يشيل لك في المسلسل ده، انت بتجيب حاجه صح، هي عارفه بتعمل ايه. دور الشخصيه بتاعتها دي اللي هي شخصيه، ان هي الشخصيه الجاده اللي بتحب شغلها، اللي هي دايركت على طول، اللي هي ما فيش وسايط، ما فيش ضحك، ما فيش مرقعه، لا شغل مظبوط، وهنا شغل مش عارف. الشخصيه دي عملها صح، مخرج عمر المهندس وظفها صح، وظفها حلو جدا، وعملت دور رائع جدا جدا. وبالنسبه لي من اقوى الشخصيات في المسلسل ده، وساعدت جدا في نجاح المسلسل. ممثله جامده جدا، انا مش محتاج اتكلم في الحته دي، لا هي عارفه بتعمل ايه. هو الفنان التقيل كده بتحسه كده، اول ما بتديله فرصه بينطلق، هو عارف هيعمل الشخصيه ازاي، عنده ادواته. الممثل ده عنده ادوات، يعني الفنان الجامد ده بيبدع. والصراحه الفنان عارف عبد الرسول في الدور ده جامده جدا. بالنسبه لي من احد اسباب نجاح المسلسل ده، انا احطها من ضمن اسباب نجاح المسلسل ده، سبب رئيسي غير الكتابه وغير كل الكلام ده، سبب رئيسي الفنان العظيم جدا والفنان الجامد جدا 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 محمد محمود. ايه ده، ايه الراجل ده، الراجل ده خطير. لا مش ببالغ، لا هو خطير في المسلسل ده. انت بتبص الثنائيه بتاعته هو وعصام عمر، دكتور عاطف والشخصيه بتاعته عبد البديع الطرشوخي. عبد البديع الطرشوخي ده حكايه لوحديه، ده قصه، ده انا مش عايز اعفر ان انا تعمل له مسلسل والله. يعني بقول لك يعني حاجه رائعه جدا، ثنائيته هو وعصام عمر، ايه ده، رائعه جدا 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 جدا. محمد محمود بالنسبه لي الراجل ده لازم يتم استغلاله صح،
ما يتحركش، لا يتم استغلاله صح. الراجل ده عنده امكانيات رهيبه في الكوميديا، عنده امكانيات رهيبه جدا في الكوميديا. انا حاسس ان انا بتكلم بقى مش هعديله حقه في الكلام ده، لان في المسلسل ده شوفوا اتفرج. شخصيه عبد البديع الدرشوخي المكتوبه من دكتور احمد عاطف مكتوبه صح، المخرج صح ان هو جاب الممثل ده الفنان محمد محمود، يعني فنان قدير جدا 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 وجامد. بص في المسلسل ده انا مش بأفور يعني، لو انت فاكرني لا، اللي هتفرج على المسلسل ده عارف ايه الامكانيات بتاعته، ايه اللي حصل في المسلسل ده. الكيمياء الرهيبه بينهم كانهم بيمثلوا بقالهم 5 سنين مع بعض، يعني نحس الناس دي يعني عارفين بعض كده جدا، مش مجرد مسلسل لا. شخصيته هو ودكتور عاطف والتركيبه بتاعته رهيبه جدا جدا جدا، وبحب اشكره على الدور العظيم ده جدا جدا جدا، فنان جامد جدا. محمود حافظ بالنسبه لي المسلسل ده كان رائع جدا جدا، تم توظيفه صح. دكتور شخصيه دكتور سمير ده دكتور الاسنان، واللي بيكره عاطف واللي هو مش عايزه في الوحده وان هو بيكرهه والصراعات اللي ما بينهم، الشخصيه دي مكتوبه صح. هو ايه الاسباب اللي دفعته ان هو يعمل كده، معموله في المسلسل ده، هتبان لك كل حاجه. وشخصيته بقى ونشوف بيحصل ايه في الاخر معاه بقى، رائعه جدا جدا جدا. وبالنسبه لي كان اقنعني جدا، يعني خلاني اكرهه في الشخصيه، وده نجاح منه بصراحه، فبرافو جدا. وطبعا انا سبته للاخر يعني، وطبعا الفنان محمود البزاوي. ايه ده شخصيه الراجل الدجال بتاع القريه، الناس بتصدقوا ان هو قال ان هو بيعالجهم وبيحل لهم مشاكلهم ومش عارف ايه، معموله صح الشخصيه دي. انا مش عارف انا مكتوبه في الكتاب الشخصيه دي ولا اتضافت للمسلسل ولا مش عارف يعني، انا متذكرش ان انا ما قريتش الكتاب، بس الشخصيه دي مكتوبه صح. مش الدجال بقى اللي هو يقول يشعوذ الله مش عارف ايه بصوته بقى بتشوفه في المسلسلات بقى، لا شخص بسيط كده في الشخصيه، مش بيتكلم بهدوء بقى ومش عارف ايه، مش بيعمل كده والكلام اللي بنشوفه ده عن اغلب الدجالين. بس في يعني الشخصيه دي وتاثيره على اهل القريه، وبتشوف ايه اللي بيحصل اللي يعني بتخلي الناس دي تصدقوا، رائع جدا جدا محمود البزاوي. والشخصيه دي ممثل انا بالنسبه لي من اكتر الناس المحبين للفنان محمود البزاوي، راجل جامد جدا جدا جدا. والشخصيه دي بالنسبه لي والصراعات ما بينه وبين عاطف والصراعات ما بينه وبين الدكتور سمير، فالحتتين الخطين اللي فتحهم الدكتور احمد عاطف بالنسبه لي رائعين جدا جدا. وعلى اخر حلقه عرف يكفي لهم صح الخطين ده، والله كل واحد الصراع اللي ما بينه والدكتور عاطف وايه الاسباب اللي تخليه كده، مكتوبين صح ومعمولين صح في المسلسل. وكل توليفه في المسلسل ده معموله رائعه جدا جدا. ومن اكتر الحلقات اللي فيها صريخ ضحك رهيب هي الحلقه الثامنه، حلقه بعد ما النور قطع في الوحده، فالعينات في الثلاجه، فبيحب عايزين ينقلوها عشان ما تبوظش، فبيودوها لقريه ثانيه، فبيتصلوا بالاسعاف ويظهر في الشخصيه سايق عربيه الاسعاف ده هو مصطفى بسريع. كان رائع جدا جدا جدا، واضاف للحلقه دي جامد في الضحك، وبتشوفها من اول حلقه واللي بتحصل. الحلقه دي من احسن الحلقات اللي شفتها في المسلسل والصراحه، وجامده جدا يعني. كل ضيوف الشرف اللي ظهر في المسلسل ده بصراحه اضافوا جدا في نجاح المسلسل، كل ضيوف معمولين صح. الفنان محمد رضوان اللي هو جنب شخصيه ابو عاطف رائع جدا جدا، شخصيه اللي هو عايز يجبر ابنه ان هو يعمل الحاجه اللي هو عايزها على دماغه عشان هو شايف له الصح، دي شخصيه رائعه جدا جدا. واضاف للدور ده بصراحه محمد رضوان. الفنان خالد الصاوي اللي هو دكتور الوحده اللي هو توفى في الحلقه الاولانيه، كان برضو اضافه رائعه جدا جدا. من اكتر الحلقات برضو اللي فاجئتني جدا يعني دور محمود كنافه اللي ظهر في المسلسل ده، يعني بصراحه حركه صايعه جدا من عمر المهندس ان هو يجيبه، يعني كان خطيره جدا 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 كلها. الراجل ده رائع جدا جدا، وعجبني محمود كنافه صراحه، يعني المشهد ده ضحكني جدا جدا. ومن اكتر الحاجات اللي كيفتني في المسلسل ده الحلقه 9 و10 والقفله بتاعت المسلسل، قفله مظبوطه جدا، حسيش ان انت جاي تقفل الدنيا وان في الاخر عاطف هينتصر على الناس اللي بتحاربوا جدا وان هيتسجنوا او يحصل لهم حاجه، لا القفله واقعيه جدا. في الاخر بعد ما حصلت الكارثه وان في ناس عملت حادثه بقى، وان هو عالج محمود البزاوي في الاخر ورجع ينصب تاني، فكانت دي بالنسبه لي حركه صعبه جدا جدا الواقعيه. وعجبتني النهايه والتكفيله والتحول بتاع شخصيه الدكتور عاطف والمشاهد التراجيدي. بصراحه انا تاثرت جدا بالشخصيه دي، النهايه ما تقفلش، لا النهايه مظبوطه وتشوف كل حاجه التقفيله صح اللي الصراحه. وحقيقي جدا جدا المؤلف والمخرج على الحاجات الحلوه اللي عملوها في المسلسل ده والنجاح المبهر اللي صح. المسلسل وصلنا، بتشوف الناس على السوشيال ميديا عامله ازاي، المسلسل وصل للناس من غير دعايه، من غير اي حاجه، ودعايه وبادجات مش عارف ايه مصروف عليها والكلام ده. المسلسل وصل للوحه دي كده، لان المسلسل ده اكيد فيه تعب وراه،
والصراحه بحيي كل حد في المسلسل ده على التحفه الفنيه دي. ويعني في اخر حلقه يعني باين ان في ملامح اكيد لجزء ثاني. اتمنى لو هيعملوا جزء تاني ان هو يعملوه بنفس الحلاوه دي ونفس اللي شفناه في الجزء الاول ويعلوا عليه كمان. اتمنى لو هيعملوا جزء ثاني يعملوه متعوب عليه زي كده، ما يستهلكوش او الناس هتطلب جزء ثاني مني ان هو يعملوه كروته. لا، ولو القصه تستحمل لجزء ثاني يعملوه، بس يعملوه مظبوط زي الجزء الاول ويعلوا على الجزء الاول يعني. بس لو ما تستحملش ما يغموش بالمسلسل ويخلونا نكتفي بالجزء ده، لان المسلسل ده رائع جدا. والجزء ده بالنسبه لي من احلى المسلسلات اللي اتفرجت عليها الفتره الاخيره. وتقييم المسلسل برضه هو 9.5/10. واتمنى المسلسل ده يوصل لناس كتير في صناعه الفن وتغير وجهه نظرها وافكارها في حكايه ان الشباب، لا الشباب مش هغامر بيها، لا الشباب بتنجح. هو ابرز مثال. اتمنى الحاجات دي توصل لهم عشان ما تعبش على الفاضي يعني. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناه، واشوفكم على خير. سلام.